السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. ان شاء الله النهاردة جاية لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة، يا رب ان شاء الله تعجبكم. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل انواع المحشي المختلفة. هنعمل بتنجان وكوسة وفلفل بالرز واللحمة المفرومة، الخلطة بتاعت وصفات المطبخ الجميلة. وكمان هنسلق الفراخ وهنحطها في الفرن تدينا اللون الجميل المحمر ده. يلا بينا على المطبخ نشوف الطريقة الجميلة دي اتعملت ازاي. وقبل ما نروح ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير يوصل لكم منا كل جديد من قناة وصفات المطبخ. يلا بينا على المطبخ نشوف الطريقة والمقادير. يلا بينا. وهنا انا حاطه حله على البوتاجاز فيها ميه والتوابل بتاعتنا، بصل وورق لوري وفلفل وكمون وملح. ودلوقتي هحط الفرخه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واقلبها واغطيها واسيبها تستوي براحتها ان شاء الله. ودلوقتي هنعمل خلطة المحشي باللحمة المفرومة بطريقة جميلة جدا وحلوة ان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. ان شاء الله النهاردة جاية لكم فيديو جديد من وصفات المطبخ. هنعمل ايه النهاردة يا وصفات المطبخ؟ ان شاء الله هنعمل النهارده انواع المحاشي المختلفه. هنعمل ان شاء الله محشي الكوسه ومحشي البتنجان ومحشي الفلفل الرومي ان شاء الله. الخلطه معانا جديده ومختلفه، هنعمله باللحمه المفرومه، طريقه جميله جدا ومغذيه وحلوه جدا واحلى كمان من المطاعم والكافيتريات. هنا معايا نص كيلو لحمه مفرومه، وهنا معايا نص كيلو رز. انا مساويه الاتنين. لو حابه ان انت تجيبي كيلو الا ربع رز وربع مفروم براحتك، بس انا هنا مكتره اللحمه المفرومه عشان تبقى ليها طعم وتبقى جميله جدا ان شاء الله. معايا بصلتين مقطعهم قطع صغيره، ومعايا فلفل رومي مقطع قطع صغيره، ومعايا 2 طماطم مقطعها مكعبات صغيرة بتدي طعم جميل جدا في الخلطة. ومعايا ربطة بقدونس وربطة كزبرة، ومعايا كيلو عصير طماطم، ومعايا 5 معالق زيت ذرة. ومعانا التوابل الجميلة بتاعة المحشي، معانا ملح وفلفل، ومعانا هنا ده زعتر يعني ربع معلقة صغيرة ورشة قرفة. وهنا دي معلقة صغيرة كوبيبة صيني بتبقى طعمها جميل جدا في اللحوم عشان اللحمة المفرومة. وهنا ده توم باودر، وهنا معلقة كبيرة بابريكا، ومعانا 3 مكعبات مرقة، وهنا ربع معلقة كركم، وهنا نص معلقة جنزبيل، ومعانا النعناع. طبعا النعناع بيبقى جميل جدا في المحشي، وكمان لو في اي انتفاخ او اي حاجة بيشيله على طول. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. ودلوقتي هنحط نص كيلو الرز، وهحط النص المفروم، وهحط البصلتين انا مقطعاهم كويس قطع صغيرة، وهحط الفلفل الرومي. لو عندك فلفل الوان حطي، انا حاطه فلفل رومي على فلفل حار. مكعبات الطماطم
دول طماطمتين، وهحط البقدونس. الخلطة دي جميلة جدا ومغذية وكمان طعمها حلو. وهحط الكزبرة. انا ما حطيتش شبت عشان ساعات الشبت بيمرر، فانا مش بحب طعمه. وهحط معجون الطماطم، وهحط الزيت، وهحط التوابل بتاعتنا. هحط مكعب المرقة، افركه كده كويس. بيدي طعم ونكهة حلوة. وهحط التوابل بتاعتنا، وهقلبها كويس. انا هقلبها بايدي، انا غاسله ايدي كويس عشان اخلي كل الخليط ممتزج. اخلي كل الخليط كده يدخل في بعضه. خلطة جميلة وريحتها كمان جميلة قوي، فيها يعني مواد غذائية كاملة. وكده تمام، قلبتها كويس. ابتدي ان شاء الله احشي المحشي. انا هنا جايبة كيلو بتنجان وكيلو كوسة وربع فلفل رومي. ودلوقتي هحشي الكوسة. كده تمام، مملهاش قوي، وابتدي ارصها هنا. انا جايباها مش صغيرة، جايباها وسط، بيبقى طعمها جميل جدا في المحشي. والخلطة دي ان شاء الله هتعجبكم، جميلة جدا. كده تمام. انا هنا فرشة بصل وفلفل وطماطم وعروق بقدونس، وهعمل كمان معاكم بتنجان. طبعا انتوا كلكم ما شاء الله اساتذة في المحشي، كلنا بنتعلم من بعض. احنا بنعلم اللي لسه عرايس، البنانيت الصغننين يتعلموا مننا، كلنا كنا بنتعلم. كده تمام، شايفين مملهاش قوي. الخلطة ريحتها جميلة، وكمان اللحمة المفرومة بتدي طعم حلو جدا للمحشي. كده تمام. وكمان هنعمل فلفل مع بعض. كده تمام، مملهوش قوي. كده نعمل واحد تاني. كده تمام، وابتدي اكمل الكوسة. هرص الكوسة على جنب، والبتنجان على جنب، والفلفل في النص. نجربوا المحشي الصينية، بيبقى جميل جدا. وكمان محشي الطاجن بيبقى اجمل واجمل. بس انا عشان عاملة كمية فقلت اعمله في الصينية، بيبقى جميل جدا وكمان طعمه حلو. نجربوه ان شاء الله
هيعجبكم بإذن الله. هكمله وهرجع تاني لحضراتكم ان شاء الله. ودلوقتي خلصنا المحشي باللحمة المفرومة، طريقة جميلة جدا وحلوة جدا ومغذية. جربوه بنفس الطريقة دي في الصينية، هيطلع معاكي جميل جدا وحلو جدا ان شاء الله. ودلوقتي هحطه على البوتاجاز. الطريقة جميلة جدا وفكرة جميلة جدا. محشي الصينية او محشي الطاجن بيبقى جميل جدا، وكمان لو حطيتي عليه لحمة او فراخ من فوق وبتسويه كله في بعضه بيبقى طعمه جميل جدا حلو. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. ودلوقتي يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنسويه ازاي. يلا بينا. ودلوقتي حطيت صينية المحشي على البوتاجاز. دلوقتي سخنت اهي، شايفين البخار، وهنا معايا الشوربة بتاعة الفراخ، دول تقريبا كوبايتين. مش هكتر، يعني يبقى نصها بس ميه كده تمام. وهحط معلقه سمنه بلدي على الوش كده، اوزعها كده بتدي طعم جميل جدا كده تمام. واحط طبق من فوق كده عشان الرز ما يطلعش من المحشي، واغطيها واعلي النار عليه واسيبه يعني تقريبا من تلت ساعة ل25 دقيقة. هيطلع معاكي احلى صينية محشي ان شاء الله. ودلوقتي هغطيه، واول ما يستوي هرجع واوريه لحضراتكم. وكمان بحمر الفراخ في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله كده تمام.
ما شاء الله. شايفين ايه الحلويات دي وايه الحاجات الجميلة دي؟ ما شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ ايه رأيكم؟ شكله جميل جدا واستوى، وما شاء الله ريحته جميلة جدا. وشايفين مش طالع اللحمة ولا الرز منه. جربوه بنفس الطريقة هيطلع معاكي جميل جدا ان شاء الله. وبكده ان شاء الله خلصنا الفيديو بتاعي النهاردة والوصفة الجميلة بتاعتنا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. وخلصنا الأكلة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله تعجبكم بإذن الله. جربوها بنفس الطريقة هتطلع معاكي جميلة جدا. انواع المحاشي المختلفة بخلطة اللحمة المفرومة مع الرز، وكمان والفراخ المحمرة في الفرن بطريقة جميلة جدا، وخلطة المحشي الجميلة بتاعتنا باللحمة المفرومة. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم بإذن الله. وما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير ليوصل لكم منا كل جديد من قناة وصفات المطبخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.